دي احلى واجدد اختراعات هتشوفوها في رمضان السنه دي. السكريه وليالي الحلميه وحماده عزه وكمان ليالي المحروسه، ودي اختراعات اتوال لرمضان السنه دي بطعم المسلسلات القديمه. ونبدا بالسكريه، ودي عباره عن رز بلبن مع بسبوسه وبقلاوه ورشه فستق على الوش. البسبوسه اترقت يا جماعه وطعمها جميل جدا وسكرها خفيف وبصراحه اختراع. ونيجي بقى الليالي الحلميه، ودي هتعجب السعوديين جدا لانها عباره عن كيك تمر وكريمه قشطه وبلح مع بسكوت وبيكان وصوص كراميل. ميكس مصري سعودي، اتقل من السكريه شويه ولكن خطيره. وحماده عزه بقى عباره عن ملفيه وكريم باستري وفراوله فريش وصوص فستق، وخفيفه برضه وسكرها مظبوط. واخر حاجه ليالي المحروسه، ودي بقى التيراميسو المصري، ليدي فينجرز مع كنافه متحمصه والكريمه والمكسرات. وعاجبني قوي ان الحلويات كلها سكرها خفيف وموزونه. وغير الاختراعات، اتوال برضه عندهم كل الحلويات الشرقيه والغربيه، وكمان كل عصاير رمضان اللي بنحبها. وعندهم برضه موبايل ابلكيشن تقدروا تطلبوا من خلاله، وهتاخدوا عليه خصم 30%. الاربع اختراعات بصراحه اجمد من بعض، مش عارف اختار انهي الافضل. جربوا اختراعات رمضان الجديده من اتوال واشوفكم على خير. سلام.